هل تتذكرون الإمام الذي اعتقل بتهمة الزنا بسيدة بفاس في مسجد بن سودا بفاس بالمغرب؟ إليكم الحقيقة الكاملة أيها الأحباب الكرام. حصل إمام مسجد عمر بن الخطاب بحي بن سودا بفاس على البراءة عقب اتهامه بممارسة الزنا بعد أن استمع إليه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية رفقة السيدة التي تم اعتقالها معه داخل المسجد. وتبين أيها الإخوة أن السيدة التي تم اعتقالها رفقة الإمام هي لاجئة تعيش في المغرب وتمتهن التسول، واعترفت للوكيل العام للملك بأن 4 أشخاص منحوها مبلغ 1000 درهم مقابل دخولها المسجد حتى يتم ضبطها مع الإمام ليتم اعتقالها. هناك من يترصد بالأئمة والفقهاء، والهدف هو تشويه الدين وهدم الاحترام الذي يكنه المغاربة للفقهاء وأهل القرآن، وعلى رأسها الصحافة التي لم تكلف نفسها نشر خبر البراءة. انشروه أنتم وكونوا الإعلام البديل. جزاكم الله خير الجزاء أيها الأحباب الكرام.